لما الدنيا بتضيق بينا بنسأل ليه يا رب الوجع ده؟ بنحس إن البلاء دليل على عدم الرضا. انتوا عارفين طبعا إن أكتر إنسان ربنا حبه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أكتر إنسان اتوجع وفقد أحبابه. النهاردة هنتكلم عن رحلة ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، مش علشان نحزن، لكن علشان نعرف إن الوجع مش علامة غضب، ده علامة اصطفاء. تعالوا نشوف إزاي جبر ربنا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي صبره كان هو النور اللي نور الدنيا كلها. بدأت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بالوجع قبل ما يتولد. اتولد يتيم الأب وما كملش 6 سنين وفقد أمه السيدة آمنة في طريق العودة من المدينة، وفضل طفل وحيد في حضن جده، وبعد سنتين بس فقد جده عبد المطلب اللي كان سنده. تخيل طفل في سن الظهور بيفقد كل مصادر الأمان اللي حواليه. ربنا أراده إن يفقد كل مصادر الأمان اللي حواليه علشان قلبه يكون متعلق بالخالق مش بالخلق. اليتم ده هو اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم أحن إنسان على الضعفاء. من أصعب الابتلاءات اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأبناء. دفن بيده كل أولاده وبناته في حياته ما عدا السيدة فاطمة. مات ابنه القاسم وبعده عبد الله، وفي أواخر حياته مات ابنه إبراهيم وهو طفل صغير. النبي صلى الله عليه وسلم بكى وسالت دموعه وقال جملته الشهيرة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الوجع ده رسالة لكل أم وكل أب فقدوا أولادهم، فحبيب الله صلى الله عليه وسلم مر بنفس الوجع. وفي أكتر وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج فيه للدعم فقد السيدة خديجة وفقد عمه أبو طالب سنده وحمايته أمام قريش. الاتنين ماتوا في سنة واحدة واتسمى عام الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخبي مشاعره، حزن واتألم وبكى. الابتلاء ده بيعلمنا إن الحزن مش ضد الإيمان، وإن ربنا أحيانا بياخد مننا السند الأرضي علشان يخلينا نلجأ له وحده سبحانه وتعالى في قمة الحزن ده. بعد كده ربنا جبر خاطره برحلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم ما مرش بس بوجع الفقد، ده مر كمان بوجع الألم في الطائف. سخروا منه ورموه بالحجارة لحد ما دمه الشريف سال وغرقا عليه. تخيل سيد الخلق يطرد ويرمى بالحجارة، وفي اللحظة دي نزل ملك الجبال يطلب منه الإذن علشان يطبق عليهم الأخشبين، لكن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. ده درس لينا في التسامح والترفع عن الصغائر، وإن الجرح ربنا بيداويه بعز ونصر ملوش حدود. وهنا بنفتكر الآية اللي دايما بنرددها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. النبي صلى الله عليه وسلم عاش أيام يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وعاش ليالي في غار ثور والسيوف حواليه من كل جانب. النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش الدنيا مفروشة ورد، شاف حروب وشاف خيانة من أقرب الناس وشاف فقر. ليه؟ عشان لما انت تخاف أو تجوع أو تضيق بيك الدنيا تفتكر إن النبي مر بكل ده واجتازه باليقين والرضا. رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لنا إن الابتلاء هو شهادة حب من الله. لو الدنيا ضاقت افتكر يتيم مكة اللي بقى سيد البشر، افتكر صبره في الطائف وثباته في الغار ورضاه عند موت أولاده. الابتلاء بيبني الروح وبيصفي القلب. أنا سيلا، قولي في التعليقات إيه أكتر موقف في حياة النبي بيصبرك على وجعك. خلونا نملى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.